السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. شفنا الفيديو اللي فات إزاي عملنا فيرتشوال ماشين جوه آزور وإزاي اشتغلنا عليها وعملنا كذا نوع من الفيرتشوال ماشين سواء ويندوز أو لينكس. هنا هيجي سؤال مهم ممكن يجي في بالنا، إيه اللي هيحصل لو الفيرتشوال ماشين اللي أنا عاملها ديت ما عادش قادر أدخل عليها، أو الداتا سنتر اللي عليها الفيرتشوال ماشين حصل فيها مشكلة والداتا سنتر وقعت؟ طبعا بكل منطقية إجابة السؤال هي خلاص كل الشغل بتاعي لو أنا عندي فيرتشوال ماشين واحدة خلاص كل الشغل بتاعي راح. يبقى هنا لازم تظهر لي ظهرت لي مشكلة، يبقى لازم ألاقي لها حل. طيب النهارده بقى إن شاء الله بإذن الله هنتعلم إزاي نخلي بالنا من الفي ام بتاعتنا وإزاي نحميها وإزاي نشتغل على إنها تكون افيلابل موجودة في أي وقت. ومن هنا هيظهر معانا مصطلح الهاي افيلابيليتي. الهاي افيلابيليتي من الاخر مصطلح بيعني ان انا الماشين بتاعي او الشغل بتاعي يكون متوفر في اكتر من مكان واقدر ادخل عليه في اي وقت، بحيث لو حصلت اي مشكلة المكان التاني اللي موجود فيه الشغل بتاعي اقدر اوصل له او اقدر اوصل للشغل بتاعي بدون ما افقد الشغل بتاعنا او الداتا بتاعتنا الخاصة بالبيزنس بتاعي. طيب مصطلح الهاي افيلابيليتي هنا بقى في مايكروسوفت اجور، وتقريبا هتلاقوه هو نفس المصطلح موجود في كل الكلاود بروفايدرز تانيين. في الاجور ريجنز هنا او سوري في مصطلح الاجور هاي افيلابيليتي هنا هنفهم بقى مفاهيم زي الريجنز والزونز والافيلابيليتي سيت والسكيل سيت. طيب الحاجات دي ليه مهمة عندي؟ الحاجات دي ليه مهمة؟ اللي هي أكتر من سبب. أول سبب ألا وهو إن دي طبعا هتكون موجودة ضمن أسئلة الامتحان بتاع AZ 900. تاني حاجة مهمة جدا معايا إن أنا لو بشتغل في البرودكشن انفايرومنت وبشتغل زي ما بقولوا كده في فلوس ناس وبيزنس بيدخل فلوس، يبقى لازم البيزنس بتاعي يكون موجود ومتوفر طول الوقت. النقطة التالتة بقى ودي اللي من وجهة نظري ان شاء الله اي كلاود انجينير شاطر لازم يكون عنده مفاهيم ديت ويكون عارفها. ليه؟ لاني انا ككلاود انجينير مش مهمتي الاساسيه ان انا اروح اجيب الفي ام واسطب الفي ام والويندوز والنتورك والاستورج بتاعتي واقفل كل حاجه، لا. انا لازم برضو يكون عندي تصور الافيلابيليتي بتاعت الماشين اللي انا شغال عليها وبتاعت السيستم اللي انا بعمله تكون متوفره باكبر قدر ممكن من الافيلابيليتي، وما يكونش عندي ويكون عندي نسبة الخطأ قليلة جدا جدا جدا. وده اللي هياخدنا لموضوع النهاردة. زي ما اتكلمنا ان انا عندي مشكلتي ايه؟ ان اللي حصل مشكلة في الداتا سنتر، حصل مشكلة في كذا. فالسوليوشن بتاعي اللي موجود عندي بقى هنا هنبدأ نبني سوليوشن محترم ازاي يقدر يكون متوفر ومتاح عندي اغلب الوقت. طيب دي رسمة بسيطة أنا رسمتها علشان نقدر نفهم المصطلحات بتاعتنا. خلينا ناخدها واحدة بواحدة كده ونبدأ نفهم إيه اللي إحنا عايزين نوصله النهاردة. خلينا ناخدها من أول جزء. إحنا اتفقنا إن الهاي افيلابيلتي عندنا هيكون فيها حاجة اسمها مصطلح الريجن. مصطلح الريجن ده عبارة عن جيو لوكيشن داتا سنتر. بمعنى إيه؟ من الآخر دي عبارة عن منطقة أرض مايكروسوفت بتبقى مأجراها علشان تقدر تعمل فيها الداتا سنتر بتاعتها. حلو جدا. طيب يعني ايه برضو؟ من الاخر هي بتبقى عبارة عن مجموعة من المباني. مايكروسوفت مثلا على سبيل المثال واخدة حتة ارض جوه المملكة العربية السعودية او جوه مصر او جوه الامارات، ان الداتا سنتر ديت او الريجن ديت هيكون فيها مجموعة من السيرفرز بتاعتنا اللي هيقدروا يخدموا على بعض بحيث ان انا اقدر اعمل السيرفيس بتاعة الكلاود عليهم. يبقى اول مصطلح عندنا اللي هو الازور ريجن ده من الاخر زي ما احنا اتفقنا عبارة عن حتة أرض موجود عليها السيرفرات بتاعتنا. ممتاز. طيب جوه بقى حتة الأرض دي هل مثلا السيرفرات بتاعتنا دي موجودة جوه مبنى واحد كلهم أو هم موجودين جوه منطقة واحدة؟ بطبيعة الحال لأ. يبقى الأزر ريجن بتاعتي هنا متقسمة كمان تقسيمات. يبقى حتة الأرض اللي احنا واخدينها دي متقسمة كمان مباني جوه حتة الأرض بحيث إن أقدر أوفر الشغل بتاعي وان انا اقدر اوزعه. التقسيمه اللي جوه الجيو لوكيشن بتاعي او جوه الريجن دي بقى بتخلينا نطلع بمصطلح جديد اسمه ايه بقى؟ الافيلابيليتي زون. الافيلابيليتي زون دي من الاخر بتبقى عباره عن المبنى الخاص بالداتا سنتر بتاعنا، والداتا سنتر اللي هيكون فيها الراكس بتاعتنا او السيرفرات بتاعتنا. طيب ايه فايده الافيلابيليتي زون؟ الافيلابيليتي زون هنا بقى هنبدا نفهم اول حاجه ليها علاقه بالهاي افيلابيليتي، حاجه اسمها الزون ريدندنسي.
من الاخر ان انا مايكروسوفت بتقول لك ان انا لو عايز تشتغل انت بهاي افيلابيلتي انك عندك الاوبشن انك تقدر تكون عندك 3 نسخ من الداتا بتاعتك جوه نفس الريجن. فانا مثلا على سبيل المثال عندي نظام بانكينج، النظام البانكينج هنا بيوفر لي ان انا اقدر الداتا بتاعتي تكون موجوده في افيلابيلتي زون 1 وافيلابيلتي زون 2 وافيلابيلتي زون 3. طيب ده هيديني امكانيه ايه؟ ان لو حصل مشكله في اي واحده من الداتا سنتر اللي عندي او الافيلابيلتي زون اللي موجوده عندي، الاثنين التانيين هيقدروا يشيلوا الشغل بتاعي. طيب محتاجين برضو نفهم اكتر يعني ايه برضو حته الافيلابيلتي زون. دلوقتي زي ما اتفقنا اول حاجه ان احنا مايكروسوفت واخده عندنا حته ارض اللي احنا شغالين عليها دي. دلوقتي حته الارض ديت مقسماها 3 مناطق او 3 مباني. ال3 مباني دول بنسميهم كل مبنى اسمه افيلابيلتي زون. الافيلابيلتي زون بالمعنى الدارج بتاعنا احنا بنقول عليها مبنى الداتا سنتر بتاعتنا. ممتاز. الفكره الاساسيه هنا بقى ان مايكروسوفت او الكلاود سيرفيس بروفايدر زي ما قلت لانها تقريبا نفس السيناريو ده موجود في كل الشركات، ان هو بيديك كل مبنى من المباني دي بيبقى يكون عنده الكهرباء بتاعته الخاصه بيه، الكولينج سيستم بتاعه، والنتورك بتاعته الخاصه بيه. بمعنى ان لو حصل اي مشكله على مستوى الافيلابيلتي زون دي كلها ما يحصلش اي امباكت على باقي الافيلابيلتي زون. يبقى انا كده حققت اول هدف عندي، ان كل حاجه يعتبر على مستوى الفيزيكال بتاعي او مستوى الكهرباء او على مستوى الباور سبلاي بتاعي مفصوله. طيب ممتاز جدا. يبقى هنا في الحته ديت انا بقى يبقى يكون عندي هاي افيلابيلتي فين؟ هنفترض على سبيل المثال ان انا دلوقتي في البانكينج سيستم اللي انا قلت عليه من شويه، النظام البنكي بتاعي انا عندي مثلا 6 في ام او 9 في امات. التسعة في امات بدل ما يكونوا جوه كلهم نفس الافيلابيلتي زون، مايكروسوفت انت بتقدر تختار تختار الزون ريدندنسي او الافيلابيلتي زون بتاعت انها تتوزع على الثلاثه بتوعي. فديت اول نقطه مهمه عندي على مستوى الافيلابيلتي زون. يبقى انا المستوى الهرم بتاعي اللي انا ببدا بيه هبدا من منطقه الريجن. يبقى انا بروح اختار اقرب منطقه ريجن موجوده ليا في ازور عشان تخدم عليا. وبعد ما باخد اقرب منطقه ريجن بنزل على مستوى الافيلابيلتي زون. طيب الكلام ده كويس جدا. واتفقنا كمان ان كل افيلابيلتي زون هيكون لها الباور سبلاي بتاعتها، الكهرباء بتاعتها، كل حاجه مفصوله. خلينا نتنقل لنقطه تانية. لو انا جوه، طيب حلو، او انا امنت نفسي من على مستوى المباني نفسها او على مستوى الفيزيكال لوكيشن نفسه. طيب انا كمان برضو عايز اوصل ان انا امن نفسي جوه الداتا سنتر الواحده. هنا بقى هنتنقل لمصطلح جديد الا وهو مصطلح ايه بقى جوه الداتا سنتر الواحده او جوه الافيلابيلتي زون الواحده. هنلاقي مصطلح عندنا اسمه الافيلابيلتي سيت. حلو جدا. طب ايه يا عم الافيلابيلتي سيت اللي احنا اتكلمنا عليها وايه الفرق ما بينها وبين الافيلابيلتي زون؟ خليكوا دايما فاكرين ان الفرق الكبير الجوهري الافيلابيلتي زون بتلعب على مستوى الريجن وعلى مستوى الفيزيكال لوكيشن، يعني من الاخر المبنى بتاعه كله. المبنى بتاعي كله ان كل المبنى نفسه يكون مفصول عن بعضه، ليه الكهرباء بتاعته والباور والكيبل بتاعته والكولينج سيستم بتاعه. اما هنا في مستوى الافيلابيلتي زون بقى من جوه دايما الداتا سنتر دي عباره عن مبنى. المبنى ده متقسم لمجموعه من الرومز، ممكن تكون 3 رومز 6 رومز 7 رومز على حسب مايكروسوفت والاحتياجات اللي هي تقسيماتها اللي هي شايفاها. طيب حلو الكلام. ده معناته ان جوه كل روم من دول هيكون في مجموعة من السيرفر راكس. طيب الراكس دي بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن راك بيكون راكب فيه مجموعة من السيرفرات. ممكن الروم الواحدة يكون فيها لحد 20 راك 30 راك 100 راك. دي بتبقى برضو بناء على التصميم اللي عاملاه مايكروسوفت. طيب هنا بقى احنا قلنا رجعنا لورنا شويه، قلنا كل افيلابيلتي زون خاص بيها، ليها باور سبلاي لوحدها، لها نتورك لوحدها، لها كولينج سيستم لوحدها. ازاي بقى هروح اتحكم كمان على مستوى الافيلابيلتي بتاعي اللي موجود جوه الداتا سنتر الواحده؟ هنا هيظهر عندنا او زي ما قلت ظهر عندنا هنا مصطلح الافيلابيلتي سيت. الافيلابيلتي سيت من الاخر التقسيمات جوه الداتا سنتر او الافيلابيلتي جوه الداتا سنتر بتبقى عامله ازاي. عندي نوعين، النوع الاول اللي هو اسمه الفولت دومين والنوع الثاني اللي اسمه الابديت دومين. لو جينا لاحظنا قبل ما نبدا مرحله الافيلابيلتي سيت كل ده بنعمل افيلابيلتي على مستوى الهاردوير او على مستوى المباني كامله. ان انا لما يكون مبنى عندي مثلا رقم 2 عندي كامل حصلت فيه مشكله في الكهرباء بتاعته،
اوتوماتيك كل اللود او كل الشغل بتاعي يروح على المبنى الاول او المبنى الثالث. طيب انا جوه نفس المبنى، يبقى هنا برضو هيكون عندي دايما الافيلابيلتي هتتقسم لجزئيتين، جزئيه ان هو يكون على مستوى الهاردوير او جزئيه يكون على مستوى السوفت وير. طيب يعني ايه الكلام ده؟ على مستوى الهاردوير احنا زي ما قلنا احنا دلوقتي السيستم بتاعنا جوه موجود فيه اكتر من روم. حلو، كل روم فيها مجموعه من السيرفر راك. انا دلوقتي لو عندي نظام بنك، نظام البنك اللي احنا ماسكينه من اول المحاضره، لو جيت دلوقتي اشتغلت وفعلت اوبشن الافيلابيلتي سيت، الافيلابيلتي سيت فيها تو اوبشن. فولت دومين هيلعب على مستوى الهاردوير. من الاخر الفولت دومين ده معناه ايه؟ ان في مجموعه من السيرفر راك مشتركين في نفس الباور سورس ونفس النتورك سويتش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن يكون عندي جوه الروم مثلا في 30 راك، ممكن بكل بساطه مايكروسوفت حاطه في ال 30 راك دول ممكن يكون 15 فيهم واخدين نفس الباور ونفس النتورك سويتش، وال 15 التانيين واخدين برضه باور مختلف ونتورك سويتش مختلف. طب ليه مايكروسوفت عامله الحكايه ديت؟ هي انت دلوقتي عايز تضمن اللي هو التوليرانس بتاعتك او الافيلابيلتي بتاعتك على اعلى درجه ممكنه على مستوى ليفل الهاردوير ومستوى ليفل السوفت وير. فانا دلوقتي ضمنت على مستوى البيلدينج، محتاج اضمن جوه مستوى البيلدينج نفسه السيرفرات بتاعتي. فمصطلح الفولت دومين هنا اللي هو عباره عن مجموعه من السيرفرات جوه مبنى الداتا سنتر الواحد مشتركين فيه نفس الباور سورس ونفس النتورك سويتش بتاعتي. طيب اختلافي هنا بقى ايه عن الافيلابيلتي زون او الزون افيلابيلتي اللي موجود عندي؟ الافيلابيلتي ست انا بلعب زي ما قلت جوه الداتا سنتر الواحده. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان الفولت دومين بيديك مجموعه من التري جروب. مايكروسوفت بتقول لك I will give you maximum 3 فولت دومين، يعني الداتا بتاعتك او الفي ام بتاعتك هتكون متوفره لحد في 3 جروب من الفولت دومين او 3 فولت دومين. طب ليه بعمل كده؟ لان ممكن على سبيل المثال جوه في الراك نفسه الباور سبلاي اللي ماسك مثلا زي ما قلنا من شويه مجموعه السيرفرات رقم 15، الباور سبلاي ده يحصل فيه مشكله جوه نفس الروم، بس انا كده كده ضامن ان هو الروم دي فيها تو باور سبلاي على مجموعه سيرفرات تانية، يبقى انا الشغل بتاعي اوتوماتيك فيه منه نسخه تانية في حته تانية جوه نفس الداتا سنتر، مع ان المبنى الرئيسي سليم ما فيش فيه مشكله، بس جوه فيه واحد من الكابلات اللي موصل للسيرفرات حاصل فيه مشكله. يبقى انا كده ضمنت حتى على جوه نفس الليفل بتاع الرومز بتاعتي وجوه نفس الداتا سنتر. يبقى ده المصطلح الاولاني الفولت دومين، مصطلح ان في مجموعه من السيرفر راكس عندي مشتركه في الباور سورس والنتورك سويتش. طيب طبعا من اشهر الحاجات اللي موجوده مشاكل السوفت وير، ان انا مثلا مايكروسوفت بتيجي تعمل ابديت للهايبرفايزر بتاعتها او تيجي تعمل ابديت للويندوز. في عندنا نقطه مهمه، ممكن مايكروسوفت تقول لك خلاص انا ضمنت نفسي في الهاردوير فايه هروح اعمل ابديت للفي ام كلها وخلاص واريح دماغي. هنا كمان لازم يكون في استابيليتي عندي عاليه جدا على مستوى السوفت وير، لان السوفت وير هي عباره عن مجموعه من الويندوز ابديت مختلفه شكلها ايه. هنا هنتنقل بقى لمصطلح الابديت دومين. الابديت دومين دي فايدته ايه؟ على مستوى برضو الافيلابيلتي زون او الداتا سنتر بتاعتي مايكروسوفت بتقول لك انت عندك لحد 20 ابديت دومين. بمعنى دلوقتي انا عندي نظام بانكينج، النظام البنك ده فيه 9 في ام، انا ممكن احطهم في ابديت دومين واحد، بس لو جت مايكروسوفت وعملت تحديث للويندوز للابديت دومين ده كل السيستم بتاعي هيقع، لان التسعه كلهم موجودين في جروب واحده. طيب لو انا عندي 3 او عندي 6 او عندي 8، هنا بقى مايكروسوفت بتاخد اوتوماتيك التوزيع بتاعها وهي اللي بتروح توزع لك التسعه ماشيين على 6 ابديت دومين. خلي بالك مهمه، في نقطه مهمه جدا، الفولت دومين والابديت دومين انت ما عندكش اي كنترول عليهم، مايكروسوفت هي اللي بتتحكم في عمليه التوزيع في حاله لو انت اخترت ان انا مثلا هيكون عندي 3 فولت دومين للسيستم بتاعي ومثلا 6 ابديت دومين. تقسيمه الفي ام على الابديت الدومين المختلف او الفولت دومين المختلفه انت مالكش يد فيها، مايكروسوفت هي اللي بتروح تقسمهم براحتها. حلو الكلام. دي نقطة لازم ناخدها في الاعتبار ونخلي بالنا منها جدا، علشان في ناس بتقع في الخطأ ده، بتفكر ان هو دلوقتي لما اجي انا كانجينير اروح اعمل اقول والله ان انا السيستم بتاعي فيه 9 في ام هروح اعمله 3 فولت دومين واروح اقسمهم بمزاجي. لا، التوزيعة والتقسيمة والباور سبلاي والنتورك سويتش والداتا واللودنج كل ده مايكروسوفت هي اللي بتقسمه، بتقسم اللود على الفي ام سوري على سيرفر راك او الديفرنت روم اللي موجودين عندنا. يبقى انا كده
وصلت عندي لنقطة الافيلابيلتي فين بقى؟ انا دلوقتي قدرت اتحكم في ايفن على مستوى الافيلابيلتي زون او الداتا سنتر او المباني نفسها، وكمان قدرت اتحكم على مستوى الاوبريتنج سيستم جوه الداتا روم او الداتا سنتر الواحده، واتحكم كمان في الباور سبلاي اللي داخل للزون بتاعتي وداخل للرومز جوه الداتا سنتر بتاعتي. ايه رايكم ناخد مثال حلو جدا؟ دلوقتي احنا نفترض ان احنا عندنا عميل عنده بانكينج سيستم، عنده 9 في ام، التسعة في ام دول مربوطين بثلاثه داتابيز، مربوطين بثلاثه ويب سيرفيس، وطبعا عندي يوزر داتا وعندي بيمنت ترانزاكشن، نظام بانكينج الناس بتعمل عليه المدفوعات الرقميه بتاعته. طيب هنبدا ناخدها من الاول خالص. دلوقتي هنفترض ان النظام البانكينج بتاعنا ده موجود فين؟ هنفترض ان النظام بتاعك، النظام البنكي ده مثلا اقرب داتا سنتر هنا في المنطقه العربيه بتاعتنا موجوده في منطقه في دوله قطر او في دوله الامارات. طيب اول حاجه هنفكر عليها، هنفكر على مستوى المبنى نفسه. احنا قلنا مثلا هنتكلم على الريجن بتاعت قطر او الريجن بتاعت الامارات. احنا زي ما قلنا عندنا 3 افيلابيلتي زون. فاحنا دلوقتي اول حاجه هنفكر فيها ان التسعة في ام بتوعي سواء بقى انواعهم ايه، سواء خاصه بالويب، سواء خاصه بالداتابيس، سواء خاصه بالفي ام بتاع السيستم نفسه، التسعه دول لو انا هعمل زون افيلابيلتي او هعمل افيلابيلتي زون، يبقى كل زون من دول هتاخد 3 في ام، بحيث لو قدر الله واحده من الزون دول ولعت او حصل فيها مشكله او النتورك سبلاي بتاعها حصل فيه مشكله، هيظهر عندنا هنا مصطلح الليتنسي، ان الداتا بتاعتي او السيستم بتاعي هيعمل في الاوفر او هيكون في ديلي لمده 2 ملي سكند على 2 افيلابيلتي زون اللي فاضلين. يبقى كده السيستم بتاعي بدل ما هو كان شغال بكفاءه ال 9 في ام يعني 100%، بقى 6 بس اللي هيكونوا شغالين بكفاءه 66%، ومش هيحصل اي اشكاليه عندي. طيب ده مهم جدا. يبقى انا كده حميت نفسي على مستوى المبنى. يبقى 9 في ام هيتقسموا على الافيلابيلتي زون بتاعتنا. طيب يبقى انا كده حميت نفسي دلوقتي على مستوى المبنى، والسيستم بتاعي بدل ما كان هيقع كامل، لو انا بشوفه بقى هنا دي مهمه الافيلابيلتي زون، ان انا لو كنت حاطط 9 في ام بتوعي جوه داتا سنتر بتاعتي، يبقى انا كده روحت ورحت في داهيه. ليه؟ خلاص ما عادش في اي حاجه متاحه عندي والسيستم كله وقع. وممكن بقى المشكله تطول تتحل بسرعه على حسب الشغل بتاعي. طيب احنا دلوقتي قلنا خلاص التسعة في ام بتوعي، كل داتا سنتر من عندي، كل داتا سنتر من عندي هتاخد 3 في ام. يبقى احنا كده هننزل على مستوى الداتا سنتر الواحد. يبقى انا كده عندي 3 في ام، وعلشان اعمل افيلابيلتي زون عندي في الفي ام، يبقى هنا كده هروح لمصطلح الافيلابيلتي سيت، ان انا عندي دلوقتي 3 فولت دومين. انا كسيستم ديزاينر او كاركتشر ببني السيستم بتاعي، هقول والله ان انا عندي 3 فولت دومين. الثلاثه فولت دومين دول هيكون فائدتهم ايه؟ ان كل واحده من الثلاثه في ام اللي موجودين عندي هتتحط في فولت دومين لوحدها. يبقى انا شوفوا بقى وصلت بتقسيمه او وصلت بالافيلابيلتي المستوى حتى الثلاثه في ام اللي عندي، ان انا ما يكونش عندي اي اشكاليه ايفن حتى على مستوى الثلاثه في ام، ان انا ممكن جوه الداتا سنتر واحده بدل مثلا على سبيل المثال خلينا ناخدها عندنا 9 في ام، الداتا سنتر الاولى خدت 3، الثلاثه اتقسموا على 3 فولت دومين. كل دومين هنفترض جت حصل فيه مشكله في كيبل داخلي جوه الروم بتاع الداتا سنتر واحد، وقام الفولت دومين واحد رقم واحد وقع. يبقى كده انا عندي بدل ما كل الماشين كلها الثلاثه يقعوا، يبقى انا كده عندي 2 شغالين، يبقى انا كده المجموع بتاعي كله 8 هم اللي شغالين. يبقى انا كمان حققت ريدندنسي او افيلابيلتي على مستوى ليفل الفي ام من تحت خالص. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ودي نفس الفكره بتاعه الابديت دومين. الابديت دومين عندي هنا مايكروسوفت بتيجي بتقول والله انا عندي مثلا الفي امات بتاعتي التسعه، مثلا عندي في ام 1 و2 دول عندنا مشكله في الاوبريتنج سيستم بتاعنا فيهم، دول موجودين على ابديت دومين واحد. يبقى الابديت دومين واحد من الاخر هي تقسيمه لوجيكال، انا ما اعرفش تقسيمتها بتبقى عامله ازاي، كل اللي انا بختاره بختار مجموع الابديت دومين. ودايما خلي بالكم الابديت دومين لازم تكون اكتر من عدد السيرفرات بتاعتي. يعني ما ينفعش يكون عندي نظام بانكينج في 9 في ام واروح اعمل مثلا 6 ابديت دومين. ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ مايكروسوفت هتروح تقسم التسعه على السته، ده معناته ان هو في احتماليه ان 2 ابديت دومين ب4 في ام يقوموا واقعين مره واحده.
لو انا شغال مثلا على مستوى الافيلابيلتي ست، يبقى الصح عندي دايما ان دايما مجموع الابديت دومين يكون اكبر من مجموع الفي ام، علشان اقلل مشكله الافيلابيلتي بتاعتي لاقل قدر ممكن. وبكده يعتبر خلصنا الجزء الاول من الهاي افيلابيلتي، ازور هاي افيلابيلتي، وفهمنا يعني ايه ريجن وايه الفرق ما بين الافيلابيلتي زون والافيلابيلتي ست. في الحلقه الجايه بنتكلم بقى عن الريدندنسي والداتا ريدندنسي ونعمل ريكاب سريع للمصطلحات اللي تم ذكرها. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو احتجتوا اي اسئله او في اي استفسارات بنتظرها منكم في التعليقات. وشكرا جزيلا.